الفنان المطرب علي الحجار يستعيد روائع الأبنودي في 100 سنة غنى. استعاد الفنان المطرب علي الحجار أغنيات الشاعر الراحل عبد الرحمن الأبنودي في الحفل السادس ضمن المشروع الفني 100 سنة غنى الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية بالتعاون مع علي الحجار على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية. في هذا السياق قدم الفنان علي الحجار 5 حفلات ضمن مشروعه 100 سنة غنى بالتعاون مع دار الأوبرا المصرية، احتفى خلالها بفنانين راحلين هما الموسيقار الكبير محمد عبد الوهاب، الموسيقار محمد فوزي، الموسيقار بليغ حمدي، الموسيقار فريد الأطرش، الفنان المطرب الراحل أحمد الحجار. عن أغنيات علي الحجار على مدى مشواره الفني كتبها عبد الرحمن الأبنودي الملقب بالخال، أو اللي غناها آخرون، من بينها عدى النهار والطوبة والهوى هوايا لعبد الحليم حافظ، وعدوية لمحمد رشدي، يا اسمراني اللون لشادية، وغيرها من الأغنيات. قدم علي الحجار عدد من الأغنيات من كتابة الخال عبد الرحمن الأبنودي، من بينها ما تمنعوش الصادقين، لو مش هتحلم معايا، 2 والنديم، وليلى يا ليلى، مسألة مبدأ، هان من الذكرى، ومبسوطين، وذئاب الجبل، انتي مش ملكي، والرحايا. غير الناقد المصري الناقد الفني أحمد السماحي إن الخال عبد الرحمن الأبنودي ضاف كثيرا للأغنية المصرية، كما قدم تجربة سرية وعريضة للأغنية المصرية، مضيفا مفردات طازجة وجديدة إلى قاموس الأغنية المصرية، وهو دليل على معرفة علي الحجار بالقيمة الكبيرة التي يمثلها عبد الرحمن الأبنودي في الفن المصري. مشوارهما معا أكبر دليل على ذلك. قدم الفنان المطرب علي الحجار من كلمات الأبنودي كتير من الأغنيات، زي أغنيات تترات المسلسلات الدرامية، منها النديم والرحايا وذئاب الجبل، رحلة السيد أبو العلا البشري. أشار الناقد أحمد السماحي إلى التنوع الشديد الذي ظهر في أعمال عبد الرحمن الأبنودي من الأغنيات الوطنية التي عاشها بنفسه، سفر وعاش فترة في مدينة السويس بعد نكسة 1967، فكانت أعماله مثال شهادة حية. هناك كتب يا بيوت السويس، وخلي السلاح صاحي، وغيرها من الأعمال الوطنية. ما قدم عبد الرحمن الأبنودي أغاني عاطفية وأخرى ذات طابع إنساني عميق، وأوضح أن أغنيات الأبنودي ستظل محفورة في وجدان المصريين لأنها جزء من تراثهم، كتبها وسط الناس ومن نبضه، وتعبر عن أفراحهم وأحزانهم، لذلك ستظل حية في الذاكرة الفنية وفي وجدان المصريين بقدر ما قدم لهم من فن صادق. قدم عبد الرحمن الأبنودي عشرات الأغنيات لمطربين متنوعين، من بينهم شادية وفايزة أحمد ووردة وصباح وعبد الحليم، محمد أنديل ومحمد رشدي ومجد الرومي ومحمد منير، كما قدم عدد من الدواوين من بينها الأرض والعيال، جوابات جراحي، القطمة الجرس، الاستعمار العربي، عن قيامه بجمع السيرة الهلالية